عارف الطمأنينة؟ الطمأنينة دي، عارف الكلمة دي حسيتها قبل كده؟ طيب عارف طيب بتحصل ازاي؟ او بتترتب على ايه؟ او هي اصلا نتيجة لايه؟ هي مش نتيجة لان حياتك اصبحت مثالية. والله مثلا انا عاوز يعني يكون عندي كريدت بمبلغ معين، او عايز اشتري مثلا عربية معينة، او البيت المعين، او اتجوز البنت اللي انا بحبها، او احقق كل الكلام اللي في دماغك ده. انت مفكر ان انت لو عملت اصلا كل ده يعني بجد هتتحصل على الطمأنينة يا غلبان يا طيب؟ والله العظيم ابدا، والله ابدا ابدا ابدا. انت الطمأنينة دي هتحصل لك لو قدرت توصل لقناعة ان انت تتوقف عن رؤية الاسباب. تتوقف عن رؤية ايه؟ الاسباب. ايه الاسباب دي بقى؟ الاسباب اللي انت فاكر ان هي بتتحكم بمصيرك. يعني فاكر ان البشر هم اللي هيفتحوا لك ابواب المجد، والله وهترقى وهبقى في احلى مكانه وفي الابهه كلها. يعني فاكر ان الناس هي اللي بترزقك، ان مديري في الشركه او مديري في العمل او الناس اللي انا شغال معاهم هم اللي هيرزقوني. فاكر ان الفلوس وتحقيق بالانس معين منها هو ده اللي هيحقق لك الرزق والسلام النفسي. فاكر ان العلاقات اللي انت فيها، سواء كانت ايا كان نوعها، يعني سواء ايا كان بقى، مش مهم التفاصيل يعني. فاكر ان العلاقات دي هي اللي هتصنع منك قيمة، معارف بقى وارتباطات واشتغالات. فاكر ان الظروف المثالية لو حصلت هي دي اللي هتصنع لك السلام النفسي. يا ابني والله العظيم ولا اي حاجة من ده هتحصل لك. ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي حقق لك ده كله. لما تعرف ان الاسباب دي كلها شوية تماثيل اصنام كده قدامك، وتبدأ تفهم إن مركز الدائرة ومركز التحكم الأساسي هو ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيحرك كل المسرح اللي أنت شايفه قدامك ده، وإن الناس دي مجرد أشباح وأوهام ولا ليهم أي 30 لازمة، والفلوس وكله كله كله. وتبدأ إن أنت فعلا قلبك ده يكون متوجه لربنا وبس، يكون متوجه لربنا وبس. قسما بالله جهازك العصبي هيدخل في حالة من الهدوء والاسترخاء. ورب الكعبة انت نفسك هتستغرب انت وصلت لها ازاي. انت مش ممكن اصلا ما تكونش مصدق الشعور الا لو عشته ولو لحظات معدودة. تبدأ تحس بهدوء رهيب غريب، تحس انت كده في الجنة، مع انك في الدنيا هو في القرف والضغوطات، بس والله هتحس انك في جنة بجد. تحس ان روحك دي خرجت من جسدك المادي ده، ومن وهم التحكمات البشرية التمثيليات اللي احنا عايشين فيها دي. تحس ان روحك خرجت من كل الضيق والقرف ده الى قدرة وسعة الهية. الكلام مش هيوصفها، الكلام مش هيوصفها بجد. فقربك من ربنا هو اللي يحل لك كل مشاكلك اللي انت فاكر ان هي ملهاش حل اصلا يعني.